حاسس بوجع مش مفهوم. لما بضحك من قلبي جدا. لما بزعل كأن الدنيا انهارت. لما بحس بمشاعر بحسها بقوة شديدة جدا. الناس دي ما بتبقاش عارفة هي مين، أنا مين. الشكوى الأساسية أنا مش عارف أبقى أنا، والناس مش قبلاني زي ما أنا، وأنا مش عارف أكون الشخص اللي هم عايزيني أبقى عليه. أنا ولاء وحيد، ودي حلقة جديدة من اسأل ثيرابيست بنفهم فيها يعني إيه اضطراب الشخصية الحدية. الناس اللي بتعدي بالمشاعر دي مش متقلبين المزاج ومش قلبين، هما بيعانوا من اضطراب اسمه اضطراب الشخصية الحدية. يعني ايه اضطراب الشخصية الحدية؟ اضطراب الشخصية الحدية هو اضطراب في المشاعر، بيخلي إحساسنا بالمشاعر قوي جدا في أقصى درجاته. أوقات بحس المشاعر كأنها جبل، كتلة شديدة جدا على قلبي. حاسس المشاعر كأنها بتخبطني كده زي الموجة من غير أي فلاتر تحميني. هو ده اضطراب الشخصية الحدية. كمان في اضطراب الشخصية الحدية بحس بإن العلاقات يا تقيلة قوي على قلبي ومش قادرة أتعامل معاها، يا إما حاسس إن الناس قريبة قوي والحياة وردية بشكل كبير جدا، ولما أي حد بس بيبعد أو معاملته بتتغير معايا بحس كأن حياتي انهارت، كأن عمري ما كنت محبوب قبل كده وكل الناس بتكرهني، وبحس تجاه نفسي إن أنا شخص ما يتحبش ما يتعاشرش، الناس كلها بتنفر مني. طبعا الإحساس ده بيكون شديد جدا جوانا تجاه مشاعرنا، وكمان التغييرات اللي بتحصل في العلاقات بتبقى مؤلمة بقدر شديد جدا. اضطراب الشخصية الحدية مشكلة حقيقية. ليه التشخيص لاضطراب الشخصية الحدية بياخد وقت، وليه التشخيص كمان صعب؟ أول حاجة لأن الأعراض بتتشابه زي أعراض الاكتئاب. لما بنمر بالموجة بتاعة الحزن الشديد، لما بنعدي بالعلاقات بقى أو المشاعر اللي بتخبطنا بشكل كبير، بنلاقي حالة اكتئاب شديدة جدا بدأت تكون ملازمانا. لا قادر أنزل من السرير ولا قادر أعمل المهام اللي كنت بعملها بشكل عادي جدا في حياتي، وكمان بدأت أنعزل وأنسحب من كل حاجة، ومفيش حاجة بتبسطني ولا من جوايا قادر أحس بحاجة. ده جزء. الجزء التاني الاكتئاب الشديد بيخبط معاه قلق. لما بحاول بقى أغير أو أعمل حاجة مختلفة أو أبدأ أدخل علاقات تانية جديدة بحس بقلق شديد جدا بيخبطني، وسيناريوهات كبيرة جدا وأفكار كتيرة جدا بتبدأ تخبط في عقلي، وعقلي يفضل شغال فيها من غير ما يفصل. فاضطراب الشخصية الحدية جزء في أوقات كتير بيتشابه مع الاكتئاب، وجزء تاني بيتشابه مع القلق، والجزء بتاع اضطراب المشاعر واللخبطة بتاعته لما بيتشاف في جزء منه ممكن بعض المتخصصين يقولوا عليه إن ده بايبولر أو اضطراب وجداني ثنائي القطب. لكن في الحقيقة اضطراب الشخصية الحدية تشخيصه أصلا صعب، لأن الأعراض بتاعته بتتشابه مع اضطرابات تانية. التشابه ده مع الاضطرابات التانية أوقات لما بشوف نمط معين من الأعراض أو بقرأ عن حاجة بقول أيوة هو ده أنا، ده اللي شبهي، ده اللي بيمر جوايا بالظبط. لكن لما بيبدأ يتغير لأعراض تانية ببدأ أشوف إيه ده، هو أنا مين أصلا، هو إيه اللي أنا بعاني منه ده أنا ما صدقت أقرأ أو أفهم أو أشوف حاجة بس بتوصف جزء من اللي أنا بعدي بيه، وبنرجع تاني نحس إن إحنا تايهين وإن أنا مش فاهم أنا مين أصلا. التشابه ده مع أعراض لاضطرابات تانية بيخلي كمان المتخصصين صعب عليهم إن هم يمسكوه أو يفهموا الملامح بتاعته. كمان التشخيص بيكون
بعيد أو صعب أو شويتين 3 بيتأخر، لأن لمّا بس مجرد ما بنقول لحد واضح إن في أعراض أو سمات لاضطراب الشخصية الحدية، أول حاجة بيعملها بيروح يسرِّش عشان يفهم أكتر عن نفسه، لإنه حقيقي معذور عايز يفهم هو إيه اللي بيمُر جوايا ده، هو ده معناه إيه أو اسمه إيه. لمّا بقى بنروح ونشوف المعلومات على الإنترنت وكل التفاصيل والأحكام اللي بتتقال على الشكل ده من الاضطراب، بنقول لا، لا، لأ، ده مش أنا ما بامُرّش بده، ده مش شبه اللي أنا باعدّي بيه خالص. المعلومات حوالينا مغلوطة جدًا عن الاضطراب بشكل يخوّف، حقيقي يخوّف ويخلّي في إحساس بالshame وبالعار الشديد إن أنا أشوف نَفْسي إن أنا بامُر بالأعراض دي أو الاضطراب ده بينطبق عليّا. ده كمان جزء بيصعّب إن إحنا نقبل أو نفهم إن إحنا بنعاني من اضطراب الشخصية الحدية. كمان أصلًا المعلومات اللي على الإنترنت مغلوطة بشكل كبير جدًا، 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 مش هي دي اللي أنت بتمُر بيها، وعندك حق تمامًا إنك تحس كده. كل المعلومات المغلوطة دي، كل المعلومات اللي إحنا بنشوفها مش بتعبّر عننا وكمان غريبة جدًا وقوية جدًا وفيها قدر كبير من الshame تجاه نفسنا، بيزوّد كمان الألم وبيزوّد الرفض للمشاعر اللي إحنا بنحس بيها. فعلاج اضطراب الشخصية الحدية محتاجين صبر كبير جدًا من الشخص اللي بيعاني من الاضطراب التقيل ده وكمان من المعالج، لأن بنمر بفترات رهيبة جدا من إن أنا قادر أفهم نفسي، قادر أكنترول اللي بيحصل، قادر أهندل مشاعري، قادر أتعامل معاها. وجزء تاني بحس إن موجة المشاعر الشديدة لما بتخبط بحس إنه خلاص مفيش أمل، أنا هفضل كده، أنا خلاص انتكست، أنا التطور اللي أنا كنت ماشي فيه خلاص اتهد ورجعت من نقطة الصفر. التعامل مع الاضطراب صعب ومحتاج صبر شديد جدا، خصوصا لما بتخبطنا الأفكار بتاعت أنا هفضل كده طول حياتي، مفيش حاجة هتنفع معايا، الأعراض دي هتفضل ملازماني، أنا كل ما بتطور برجع تاني لنقطة الصفر، مفيش حاجة هتنفع معايا. وبنبدأ نحس بالإحباط الشديد جدا لما الأعراض اللي كنا خلصنا منها بدأت تخبطنا وترجع تاني. كمان الشخص اللي بيعاني من اضطراب الشخصية الحدية بيرفض العلاج، بييأس، بيحس إنه خلاص مفيش أمل. لكن في الحقيقة إن اضطراب الشخصية الحدية له علاج، وعلاج فعال جدا 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 ومثبت كفاءته. خلينا نفهم هو إيه العلاج. مارشا لينهان العالمة اللي في التسعينات بدأت ترتب وتبحث وتدور وتجرب عن نوع للاضطراب ده اللي هي أصلا كانت بتعاني منه، وبدأ تسميته العلاج الجدلي السلوكي، لأنه بيجمع ما بين فلسفة القبول للحاجات الغريبة الكتير والقوية والمؤلمة اللي احنا بنعدي بيها، والفلسفة الجدلية في التفكير إن إحنا إزاي نبدأ نلاقي طريق تاني مختلف في الحياة يناسبنا أتعامل بيه مع نفسي وأعرف أتعامل بيه مع الحياة والتناقضات اللي أنا بعدي بيها. كمان جزء تاني منه إيه السلوكيات اللي أنا محتاج أبدأ أتعلمها علشان أرجع لحياتي بشكل متوازن، الألم أعرف أتعامل معاه وأعرف يغير الواقع اللي اتسبب في المشاكل الكتيرة جدا دي اللي أنا بمر بيها، أو أتعلم إزاي أقبله وكمان أتعايش معاه وكمان ما يبقاش بيألمني زي الأول، أو أنا قاعد أتخانق معاه جوايا وجوه أفكاري في اتجاه المعاناة اللي أنا بقيت بعدي بيها كل يوم مع مشاعري ومع علاقاتي. فلسفة العلاج الجدلي بتخلينا نفهم إزاي نتعامل مع مشاعرنا بشكل متوازن، إزاي نتعامل مع علاقاتنا بشكل متوازن، إزاي نتعامل مع واقع متطرف أو غريب أو مؤذي بشكل برضه متوازن وما يأذناش وما يأذيش مشاعرنا. في العلاج الجدلي بنمر بأربع مراحل أساسية. مرحلة التعامل مع أفكارنا، ودي بتتسمى مرحلة اليقظة أو مهارات اليقظة.
بعد كده مهارات التعامل مع مشاعرنا، ودي بتبقى بالنسبة لي يعني في الشغل بتبقى أصعب مرحلة، لأنها طويلة، بتخلينا نقعد ونفهم مشاعرنا، وكمان نتعلم إزاي نرتبها ونرتب اللي حاصل جوانا، بغض النظر الناس اللي من بره بتعمل إيه أو بتتعامل معانا إزاي، أو الواقع اللي موجود بره اللي مش هيتغير واللي هو برضه جزء من اللي احنا بنعاني منه. بعد كده المرحلة بتاعت العلاقات، وإزاي أبني علاقات صحية، والقلق بقى اللي بيقعد يشتغل من خوفي من إني أترفض لما أبدأ علاقة جديدة، أو التغييرات اللي أنا ببدأ أعملها في علاقاتي، إني أوقف علاقات أو أبدأ أقطعها أو أبدأ أعيد تصليحها مرة تانية. كل ده بيبقى مرهق ومقلق، ولكن حرفيا بيساعد. المرحلة الأخيرة من العلاج الكتلي هو إزاي أتعامل مع الستريس توليرانس، إزاي أدير مشاعري بشكل متوازن وقت الأزمات الكبيرة جدا اللي ما بيكونش فيها وقت إن أنا أفكر بشكل صحي أو أهندل مشاعري، والمشاعر بتكون طاحنة جدا. في الجزء ده من المهارات بنقدر إن احنا نفهم إزاي أدير مشاعري بشكل صحي. طبعا العلاج الجدلي السلوكي بياخد وقت طويل نسبيا، وده اللي بنقوله إنه الأشخاص اللي بتعاني من اضطراب الشخصية الحدية أوقات بعد ما بتحس بتحسن، أوقات بتفقد الأمل لما بترجع أعراض تانية. فخلينا نكون متفقين إن العلاج الجدلي زي ما هو فعال وله تأثير طويل المدى على مشاعرنا وعلى اللي احنا بنعدي بيه وبيغيره بشكل حقيقي، بياخد وقت طويل، وبياخد وقت طويل ما بين كمان جزئين، إن احنا محتاجين نندمج في مجموعات علاجية على مدار فترة طويلة، أبدأ أتعلم وسطهم المهارات بتاعة العلاج الجدلي، وده بتاخد من حدود من 10 شهور لممكن سنة وشهرين، على حسب طبعا ما بنستوعب المهارات اللي احنا بنتعلمها. ده بالإضافة لجلسات الفردية اللي ممكن تاخد 6 شهور قبل ما نبدأ العلاج، وبعد كده بتفضل مكملة معانا طول فترة الجروب العلاجي. كل ده محتاجين نفهمه ليه؟ علشان ما نفقدش الأمل في اللي احنا بنعدي بيه، وكمان ما نصدقش وما نقعدش ندور كتير عشان نفهم يعني ايه اضطراب الشخصية الحدية. لما نسمع من حد من المتخصصين انه واضح كده ان عندنا السمات بتاع اضطراب الشخصية الحدية، المعلومات اللي معروضة بتبقى كتير فيها تهويل ومش حقيقية، وأجزاء كبيرة جدا منها كمان مغلوطة. اضطراب الشخصية الحدية هو اضطراب حقيقي بيخبط في المشاعر وله علاج. المهم بس إن احنا نفهم ونقبل اللي احنا بنعدي بيه من غير ما نحكم على نفسنا، ومن غير ما نحس بالرفض من اللي احنا بنعدي بيه. أنا ولاء وحيد، انتظروني في حلقة جديدة من اسأل سراست.